السلام عليكم، أهلا وسهلا مرحبا مع لمساتي السحرية. منورين قناتي، بسم الله على بركة الله. أنا جيتكم طبعا بتكملة تنظيف الصالون تاعي، الأغلبية هنا نركزوا على الصبغة نتاع الصالون. حطيته في القناة الكبيرة اللي يوميات المرأة الجيجلية، ولكن خبرتكم باللي نحط الفيديو هنا خاصة اللي يعني طلبت مني، قالت لي وري لي الصبغة نتاع الصالون، شفتها وعجبتني يمكن ندي منها فكرة، يعني راح تصبغ دارها. هنا صورت هكا، يعني بعد ما سيقت الصالون مسحته نظفته فحفحته، يعني رجعته يلمع الماء. هنا في البداية نقول لكم خياتي ما تنساوناش الاشتراك فضلا وليس أمرا طبعا، واللي دخلوا جداد أهلا وسهلا، مع إنها القناة كاملة راهي جديدة، يعني نتمنى تدعموني بقوة في هذه القناة وجزاكم الله خيرا. وشكرا شكرا اللي اشتركوا واللي كيدخلوا عندي. شكرا على الدعم تاعكم، ربي يجازيكم كل خير، وربي يرزق كل وحده وكل واحد واش كيتمناو. واللي متمنيه دار ربي يرزقها بقصر في الدنيا وقصر في الجنه ان شاء الله. اللي تمنيه الدريه ربي يرزقها بالدريه الصالحه. يعني كل واحد وكل وحده ربي يرزقهم بواش كيتمناو. ضروري دائما نعاودوا لسيدنا على الدعاء لينا ولغيرنا، يعني ويمكن نطيحوا في واحد الساعه تكون فيها استجابة مقبولة، يعني نفيدوا روحنا بالدعاء هذاك ونفيدوا الناس إن شاء الله. ربي يجعلنا من صحاب القلوب الطيبة، صحاب القلوب اللي يحبوا الخير للناس كاملين. هنا نرجع للموضوع نتاعنا. هنا شوفوا الصبغة هذه، يعني صدقوني أنا ما نعرفش نسميها، يعني كيفاه اسمها. نعرف هذه الأخرى وكيلا اسمها لاتيني، الله ربي يعلم اسمها. صبغة لاتيني، الصبغة تاع لاتيني مانيش عارفة، ولكن النوعية الجيدة، احنا هذه صبغناها بالنوعية الجيدة. يعني هاد الصبغة صراحةً يعني هي متعبة باش يخدموها هاكا بالطريقة هذه. أنا هاد الصالون كان يعني مصبوغ صبغة عادية، صبغة يعني الزوج نتاعي بكري صبغوه هاكا صبغة فوق فوق، ولكن الصالون تعرفوا هو وجه الدار، يعني ضروري يكون متحوف. لهذا يعني كي جيت أنا يعني طلبت من الأخ نتاعي، شفتو خدم دارنا خدمها ما شاء الله، مع إنه ما بان دار ما والو، ولكن يعرف يعني يتقن الخدمة. ها هو يعني خدموا بلوندوي، يعني حفر الحيط يقشروا ويعملوا بلوندوي، ويزيد فوقه الصبغة البيضة، ويزيد فوقه هاد الصبغة اللي تكون تاع الزيت، ويزيد فوقه هادي اللي تكون تلمع، يعني هذيك اللي غالية، هذه غالية يعني البيدون تاعها 500,000، كاينة 600، كاينة 400، كل واحد وكيفاش كيبيعها. يعني والصح هذه يعني هايلة، هايلة، مام يمر الوقت ولكن تقعد هي. شوفوا كيفاش، يعني أنا ننصح أي وحدة تخدم دارها، يعني تطم الدراهم بشوية بشوية وتخدم حاجة يعني بالطبع والشأن، خاصةً هاك الصالون. آآ اسمحوا لي. الدخلة نتاع الدار يعني ضروري تكون مصبوغة مليح. أنا كي صبغت يعني صبغت الهول، القروار، هاكا الصالون. هنا حبيت نوري لكم يعني كيفاش ولو الريدو عادي، يعني ماشي اللي كاشريدو هادوك الغاليين، ولكن المهم يكونوا الالوان متناسقه مع بعضها، ماشي لون بزي والريدو بزي والعدله بزي والارض بزي، تكون شويه قوس قزح في هذاك، تجي غير مريح القعاد في هذاك المكان. أنا هنا يعني حبيت ندخّل المارو، المارو مع الباج مع البيض، ها هو. شوفوا كيفاش يعني كأنه مصبوغ غير يعني يبان هاد العام، وهو عنده دروك داخل في ال5 سنين ملي تصبغ هاد الصالون، وقاعد يعني يخدم لي بالبلاط، يعني البلافون نتاعو بالصبغة نتاع الحيوط، وقاعدين ما شاء الله يعطيه الصحة، يعني خدمة كأنه احترافي يعني. ها هي، وهذه هي يعني حبيت ننصح الأخت اللي طلبت مني.
هنا الصالون تاعي أنا يعني لي كادر عادي شريت لي كادر البسيطين، حاطة 3 في الجهة السفلانية، يعني دروك نوريهم لكم ولا فاتوا ما نتابعتش. ها هما طبعًا هادو يتباعوا ب150 3 ها هما داخل فيهم المارو الأبيض، ها هو اللون يعني الباج. على حساب الحيط، على حساب العدلة، على حساب يعني الريدو نتاعي، ها هما، يعني باش يكون المكان يكون كلشي متناسق مع بعضه. الألوان هاد الطابوري يعني جبته في جهازي، ها هو خلاف اخترت يعني في هاديك اخترت النوعية نتاع الجلد، ها هو يعني خلاف المارو قاعد كيما راه. أنا من دروك 9 سنين يعني الزواج، شوفوا كيفاش قاعد كيما راه. هذه يعني حبيت نوري لكم حتى تحب تعمل أي حاجة تدي فكرة تاع التناسق الألوان، ماشي غير الصبغة وغير كيفاش تحط يعني. وأنا يعني صراحةً ماوش أنا اللي كنهضر على روحي، بزاف اللي كيطلبوا رايي هاكا في تناسق الألوان من قبل الزواج يعني. يقولوا لي تعرف ت تدمج الألوان، هذه هي. إن شاء الله اللي طلبت مني تكون حاضرة وتدي والو فكرة صغيرة. هذاك الشريط الفوكاني يعني الأخ نتاعي شرا النص وما كفالوش وأنا زدت كملت النص صراحةً. عجبني، ها هو فيه الأبيض خلاف والمارو، يعني هو اقترح عليَّ تبغي نحطوه والّا لا، ولكن أنا كي شفته يعني عجبني هكاك. هنا عاملين هاد الطرية العادية البسيطة، ولكن يعني جا ما شاء الله. آآ كلشي يعني جا بالطبع والشان، والو المكان صغير ولكن عرف يدمج الألوان. هاد الألوان خدمهم هاكا، ها اللون الترابي، اللون الترابي ما يروحش، يعني يبقى ولو يقعد حتى 10 سنين ما يحل ما يزول. كي ما نحطوش الألوان هادوك الفاتحة ما يروحش لامود نتاعهم، خاصةً يعني اللون البلو، الباج، هاكا هادو الألوان يعني راهم يبقاو على طول. هذا هو الصالون تاعي، وهذا هو الشرح نتاعي، وهادو هما يعني الألوان اللي دمجتهم مع بعضاهم. هاكا حبيت هنا نحط الفيديو غير على الصالون، ها هو. وإن شاء الله ينال إعجابك وإعجابكم كامل، وإن شاء الله ولو تديو منه غير فكرة وحدة، وهذا ما كان. شوفوا كيفاش يعني كلشي الألوان مطابقة مع بعضها، ماشي نحط يعني كانت عندي عدلة نتاع الصالون في الموف والزربية موف، صراحةً كانت تزعجني. يعني ما نكونش مرتاحة به، الموف مع الحيط باج كاين يعني ما عجبتنيش هكاك. لهذا ننصح اللي حابين يشريو هكا الجهاز ولا ما تشريوش الألوان الفاتحة، ما تشريوش الألوان خاصةً هكا العدلات للصالون. هذه هي، إن شاء الله نكون وصّلت الفكرة، إن شاء الله وصّلت المعلومة، إن شاء الله تكون حاضرة اللي طلبت مني، وهنا نقول لكم مع السلامة في فيديو آخر إن شاء الله، سلام.